بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، وخاتم أنبيائه فلا نبي بعده. من رغب في سنة محمد وصل، ومن رغب عن سنته غوى وخسر وضل وانفصل. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم لنتدارس اليوم أحوال الثورة السورية وحال الكرد وما يجري عليهم وما يراد بهم من قبل كتائب إجرامية اتصفت بالدين والإسلام زورا وبهتانا، والإسلام منهم بريء، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. فأهلا وسهلا بكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحتى أختصر القول قبل التفصيل فيه، أستطيع أن أعنون لمحاضرتنا هذه بعنوان كتائب الإرهاب، خوارج هذا العصر وقتالهم حق دفاعا لصيانتهم. أيها الأحبة، نحن أمام فتنة عظيمة ومحنة شديدة. إنها الفتنة الكبرى التي اندلعت ألسنتها وكشفت أقنعتها وكشرت عن أنيابها، ولكن على طريقة السباع التي يقول فيها الشاعر: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. إنها فتنة قال عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون 4 فتن. الأول يستحل فيها الدم، والثانية يستحل فيها الدم والمال، والثالثة يستحل فيها الدم والمال والفرج أي العرض
والرابعة الدجال. فتن عظيمة لا يشك عاقل إلا أننا وقعنا فيها. ولا يشك أيضا أنه ومنذ اندلاع الثورة السورية منذ أكثر من 2.5 عام وكثيرون يحاولون إيجاد موطئ قدم لهم فيها والتحكم بها، إلى أن وصلنا لدرجة تحولت فيه سوريا إلى ميدان لتدخلات كثير من الدول والقوى الإقليمية والعالمية، ورغبتهم في أن يكونوا فاعلين في تحديد ورسم المستقبل السوري كيانا وشعبا ونظاما. وللأسف كان لنظام بشار الأسد المجرم عليه من الله ما يستحق الدور الأبرز في استجلاب هذه التدخلات من خلال سياسته الدموية في التعاطي مع حركة الاحتجاج وتبني الحل الأمني العسكري وإصراره على المضي به نحو الحد الأقصى، مغلقا بذلك إمكانية الحل السياسي، وإصراره على اعتبار حركة الاحتجاج مؤامرة خارجية لها أدوات محلية. هذه التدخلات الخارجية في الأزمة السورية بقسميها الداعمة للمجرم بشار والداعمة للمعارضة أدت بالنهاية إلى أن سرقت الثورة من قبل أدوات خلقت وأوجدت على الساحة السورية، واكتست بثياب الثورة، وبتواجدهم على الساحة أسالوا لعاب قسم كبير من المعارضة في البداية، وعلى رأسهم الجيش الحر والمجلس الوطني السوري حينذاك تكثيرا لسوادهم. تلك الأدوات ألحقت الضرر الكبير بالحراك الشعبي وبالمعارضة السورية والجيش الحر على السواء من خلال محاولة الانحراف بالثورة عن مسارها، والتي تتطلب ثورة جديدة لتصحيح مسارها، وهو المستبعد، لأنها قتلت أول ما قتلت ذاك المولود السوري الذي ولد بمساهمة جميع مكونات المجتمع السوري، الثقة، والذي وئد للأسف بيد السوريين لأجل الآخرين، مما جعلت من الساحة السورية ساحة صراع للمصالح الإقليمية والدولية بكومبارس سوري، مما يعتبر عاملا أساسيا لاستدامة الأزمة في سوريا. وأوجد ما نسميه بالدعارة السياسية، لكن المستفيد بصورة مباشرة على المدى القريب هو النظام، لكن المستفيد الأكبر منها هم مجموعة اللاعبين الإقليميين والدوليين الذين يجعلون من الأزمة في سوريا ساحة صراع لتأمين مصالح هي أبعد ما تكون عن مصلحة سورية والسوريين. أعتقد أنه قد فهم الآن أن ما أقصده بتلك الأدوات التي سرقت الثورة هي تلك الكتائب المسلحة التي اتسمت بالإسلام ورفعت ظاهرا راية الإسلام، وحاولت خداع الناس أنها حامية الحمى ووارثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سرقوا الثورة وأحرقوا الأخضر واليابس، واتخذوا من إسالة الدماء ديددا لهم. هكذا وبكل بساطة
أزهقوا أرواح الناس، نهبوا الممتلكات، هتكوا الأعراض، خربوا ودمروا الحضارة في سوريا. هذا هو الجهاد في مفهوم وحوش هذا الزمان. إنهم خوارج هذا العصر، وصفهم ونعتهم النبي صلى الله عليه وسلم بكلاب النار، كما في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخوارج كلاب النار، وتحدث عن صفاتهم كما في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري ومسلم عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان، صغار شباب، حداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي يخرجون من الدين كم بسرعة خروج السهم من القوس. فإن لقيتوهم فاقتلوهم، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لقيتوهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. هؤلاء القوم، ومنذ أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وإلى هذا اليوم الذي نحن فيه، لم تهدأ طائفة منهم عن تحريف كلام الله وكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم فهما وتطبيقا خدمة لمصالحهم ومآربهم وأهوائهم. وللأسف أمام صمت مطبق من قبل علماء وساسة ومثقفي المسلمين الذين لم يقوموا فيهم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واليوم قدمت فرق الخوارج، خوارج هذا العصر، لتحرق الأخضر واليابس في أرض الكرد، كما فعلوا في سريكاني وقرى عفرين وقرى كوباني وتل أبيض وقرى قامشلو. أشاعوا الفساد، كفروا شعبا في غالبيته مسلم يدين بالتوحيد، وقتلوا أبناءهم واستحيوا نساءهم وسرقوا ونهبوا أموالهم. بداية أول ما فعلوه بدأوا بتكفير الشعب الكردي، متغافلين عن خطورة التكفير في دين محمد عليه الصلاة والسلام. التكفير أمر في غاية الصعوبة، النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، فقد أخرج الطبراني من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله، ولعن المؤمن كقتله، لأن التكفير أمر خطير. أنت باستطاعتك إذا فعل مؤمن أو مسلم أمرا شركيا أو أمرا كفريا أن تنعت قوله أو فعله بالكفر والشرك. أما أن تحكم على معين أو على شعب بالكفر والإشراك فهذا أمر في غاية الخطورة. الإمام مالك رضي الله تعالى عنه يروي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. يعني إن قال ذلك القول وكان ذاك الذي قيل له حقيقة كافرا فقد وقع الكفر،
وإن لم يكن كافرا عادت تلك الصفة القبيحة الخبيثة على قائلها. لكن هؤلاء القوم يتغافلون عن قول ربنا عز وجل ويخرجون أنفسهم من دائرة الخطاب، عندما يقول المولى عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. التكفير أمر خطير في دين محمد عليه الصلاة والسلام، خصوصا لشعب في غالبه مسلم يدين في كله لله عز وجل ويسكن على أرض مباركة. فكردستان أرض مباركة بنص القرآن الكريم، كما بوركت الأقصى استجابة لدعاء نبي الله نوح عليه السلام. ألم يقل المولى عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ولا يحتاج الفطن إلى كثير عناء حتى يعلم أن سفينة نبي الله نوح ما رست إلا على جبال كردستان على الجودي، إلا أن كثيرا من المسلمين ولتجذر النعرة العصبية والقبلية فيهم تخلوا عن كردستان المقدسة، ربما لأنها ليست عربية، والتفوا حول القدس والأقصى وهو حق وواجب كل مسلم. لكن أقول ربما التف حولها الكثيرون من باب عصبية وقبلية لأنها عربية. وقد يستوقفك أحدهم ليتناصح لك أو عليك ويخبرك أن كردستان لا تطبق شريعة الإسلام، وأنكم أيها الكرد عندما تطالبون بحقوقكم فإنكم تمزقون خيمة الإسلام. وعجبا، وكأن المؤتمرات والعلماء والمشايخ الذين تصدوا للدفاع عن الأقصى وهو حق وواجب كما أكدنا عليه لا يعلمون أن حكومة فلسطين لا تطبق شريعة الإسلام، أو أن خيمة الإسلام ما تمزقت بعد ب22 دولة عربية، أو أن خيمة الإسلام ما تمزقت بعد بأكثر من 70 دولة إسلامية. إن كردستان بجهود أبنائها المخلصين قدموا للحضارة الإسلامية ربما أكثر مما قدمه غيرهم. ألا تبا لتلك العقول المريضة. بعد أن كفرت الشعب الكردي المسلم بدأوا باستباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وأستغرب حقيقة أي تبرير يمكن أن يجده من يعلم عظم وحرمة الدماء المعصومة ثم يقدم على هتك هذه الحرمة ليلقى الله قاتلا. كيف يسمع مسلم بقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ثم يقدم على هذه الفعلة؟ أو كيف يسمع مسلم بما رواه البخاري عن ابن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ثم يقدم على هذه الجريمة فيلقي بنفسه في نار جهنم؟ أبعد هذه النصوص يستخف مسلم في قلبه تعظيم لله ولرسوله ولنصوص الشرع بدماء المسلمين؟ ألم يقل المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم؟
هذه مكانة المسلم عند الله أيها القاتل. تدبر ماذا تصنع بفعلتك. زوال الدنيا كلها بأموالها، بمزارعها، بمصارفها، بمصانعها، بتجاراتها، ببناياتها، بدولها، بأحلافها، بكل ما فيها، أهون عند الله من قتل امرئ مؤمن بغير وجه حق. أين ستفرون من أمر الله عز وجل؟ لقد استمعت إلى استجارات الكثير من العوائل الكردية التي اختطف أبناؤها وأطفالها من قبل تلك المجموعات، ومطالبين بدفع مبالغ لا قدرة لهم عليها للفداء. وأنا شخصيا في عائلتي تعرضنا لعملية الخطف مرتين لطفلين صغيرين، طفل في مدينة قامشلو عمره لا يتجاوز 6-7 سنوات، وطفل آخر من عائلتي في مدينة أورفا لا يتجاوز عمره 5 سنوات. ولقد استمعت إلى اتصالات العديد من الفتيات الكرديات العفيفات الطاهرات التي هربن من الوطن بعد أن أصبحت تلك المجموعات الإرهابية تصول وتجول مفسدة في الديار، معلنة استحلال الأموال والأعراض. أين سيفرون من غضب الله ولعنة الله؟ أخرج الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لكن للأسف لا تجد من يستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لو سلمنا جدلا بقولكم أيها الإرهابيون بتكفير الكرد، أقول جدلا وهو بعيد عنكم، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. أقول حتى ولو سلمنا بذلك جدلا، فأين أنتم من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا؟ أين أنتم من وصية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يوم بعث يزيد بن أبي سفيان إلى الشام فقال له: إنكم ستجدون أقواما قد حبسوا أنفسهم في هذه الصوامع أماكن العبادة فاتركوهم وما حبسوا له أنفسهم، ولا تقتلوا كبيرا ولا امرأة ولا وليدا، لا تخربوا عمرانا، لا تقطعوا شجرة إلا لنفع، لا تعقروا بهيمة إلا لنفع، لا تحرقوا نخلا. أين أنتم من كل هذه الأقوال؟ هذه الأقوال التي هي بحق المشركين والكافرين، فماذا يكون بحق المسلمين أحفاد صلاح الدين؟ لكنهم كما قيل فيهم يقرؤون القرآن ولا يفقهونه ولا يدركون مقاصده. يقول فيهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: إنهم انطلقوا إلى آيات في كتاب الله نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. أيها الإخوة، نحن إذ نبين حكم وخطورة تكفير الناس بغير برهان من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام واستباحة أموالهم ودمائهم وأعراضهم، فلا بد أن يعلم الجميع أن الإسلام بريء من هذا المعتقد الخاطئ، وأن ما يجري في سوريا عامة وفي الإقليم الكردي خاصة من سفك للدماء البريئة وتفجير للمساكن والمركبات والمرافق العامة والخاصة وانتهاك الأعراض هو عمل إجرامي قذر، والإسلام بريء منه، وكل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه، وإنما هو تصرف من أصحاب فكر منحرف وعقيدة ضالة، هم يتحملون إثمه وجرمه ولا يحتسب عملهم على الإسلام في شيء ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام المعتصمين بالكتاب والسنة.
وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة. ولا نعلم ولا يخفى هذا علينا أن قولنا هذا سيصيب الكثير من أفراد تلك المجموعات بالكبر، وتأخذهم العزة بالإثم، ولا يستمعون إلى النصيحة، لأن الله عز وجل قال فيهم بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. الدين الإسلامي الحنيف جاء للحفاظ على الضروريات الخمس: الدين والعرض والنفس والعقل والمال. ومن أجل حماية هذه الكليات والضروريات شرع الإسلام دفع الصائل في عمومه إلى أن وصل إلى حد الحرابة في خصوصه. ولذلك على جميع العلماء والمؤسسات الشرعية أن ترفع الصوت عاليا أن هذه الكتائب والمجموعات التي ترفع شعار الإسلام ومن لف في فلكها ومشى في ركابها في اعتدائهم على أرض الكرد وقتل الأنفس واستباحة أموالهم وأعراضهم صائلون. وللشعب الكردي الحق في استعمال وتنفيذ أحكام دفع الصائل فيهم. والصيال هو الاستطالة والوثوب على الغير بغير وجه حق، ويلتحق بهذا الحكم ويرتبط به حد من حدود الله هي الحرابة. والمحارب هو قاطع الطريق آخذ مال الناس بغير وجه حق، المعتدي على الناس، المفسد في الأرض. لكن الصائل أعم منه، لأن حد الحرابة ينفذ بيد السلطان أو واليه أو من يقوم مقامه، أما دفع الصائل فهو لآحاد وأفراد الناس عموما. حد الحرابة والذي هو بيد من يقوم بإدارة الإقليم الكردي والإشراف عليها وبيده مسؤولية الأمن يحق لهم تنفيذ حد الحرابة في أولئك المحاربين، وهو الحد الواضح والصريح في قول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أما أفراد الناس في الإقليم الكردي فلهم الدفاع عن أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وممتلكاتهم من بطش وفساد تلك المجموعات الصائلة، عملا بأحكام دفع الصائل، لأن الصيال حرام في دين محمد عليه الصلاة والسلام، ولأنه اعتداء على الغير، لقول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين. ودفع ذاك الصائل واجب باتفاق جمهور العلماء والمذاهب الإسلامية، حتى ولو أدى الدفع إلى قتلهم كما هو رأي جمهور العلماء، ولا ضمان عليهم ولا دية. ومن قتل وهو يدفع شر تلك المجموعات عن نفسه أو ماله أو عرضه أو أرضه فهو شهيد. فقد ورد في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني
وبعض ألفاظه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وفي شرح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ حمل السلاح ويريد أن يأخذ مالي بالقوة. أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ أثناء هذا العراك قتلت، قتلني ذلك المغتصب. قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ أي أنا الذي قتلته. قال: هو في النار. استمعوا أيها الكرد، من أراد أن يغير على أنفسكم أو ينتهك محارمكم وأعراضكم فادفعوا عن أنفسكم شرهم، حتى ولو أدى ذلك إلى قتلهم، وهي واجبة عليكم. الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم يقول: وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف. والإمام الجصاص بعد سرد هذه الأحاديث في كتابه أحكام القرآن يقول: لا نعلم خلافا أن رجلا لو شهر سيفه على رجل ليقتله بغير حق أن على المسلمين قتله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. لكن للأسف واللوم يقع على كثير من علماء المسلمين والهيئات الشرعية الذين أفتوا بالجهاد في سوريا، وأفتوا بجواز ذهاب الناس من البلدان الأخرى إلى سوريا. هؤلاء الناس كثيرون منهم جلسوا وقعدوا وحاربوا تحت راية تلك المجموعات الإرهابية، فأغاروا اليوم على أرض الكرد. والمستغرب من قوى ائتلاف الثورة والمعارضة سكوتها وصمتها، تجعل أصابعها في آذانها لا تتخذ موقفا حاسما من هذا الأمر. لذلك يقع على قوى ائتلاف الثورة الإثم والوزر، وهم مشتركون مع تلك الكتائب في إغارتهم على أرض الكرد وإفسادهم فيها، إن لم يكن لهم موقف واضح صريح لا لبس فيه بأن يبرئوا أنفسهم من تلك الكتائب ويجعلوهم في خانة المفسدين والمسيئين للثورة. وكذلك الجيش الحر الذي أوجد بيد ضباط وجنود مخلصين شرفاء في البداية، رفضوا أوامر الطاغية بأن يصوبوا فوهة بنادقهم إلى صدور أبناء شعبهم. عليهم اليوم لكي يبقوا محل احترام أن ينأوا بأنفسهم عن تلك الجرائم، وأن يعلنوها موقفا واضحا لا لبس فيه، ولا يغرنهم تكثير السواد. يعلنوها موقفا واضحا لا لبس فيه أنهم بريئون من تلك الكتائب، وأن تلك الكتائب ما هي إلا صنيعة النظام وأعوانها، وهم يقعون في خانة المسيئين للثورة. أما أنتم يا علماء الإسلام أيها المشايخ، يا من تصدحون ليل نهار بالجهاد والجهاد والجهاد، صرعتمونا
دوختمونا بالجهاد، أين أنتم اليوم مما يجري في سوريا وأرض الكرد؟ يقول أحد الكرد ويوجه خطابه لي: أوجهه لكم أيها العلماء يا من تصدرتم للدعوة. يقول لي: لقد أغاروا علينا باسم الإسلام في حلبجة فخرس العلماء، وأغاروا علينا باسم الإسلام في الأنفال وقد خرس العلماء، واليوم يغيرون على أرضنا، ينتهكون محارمنا، يستبيحون أعراضنا، يسرقون وينهبون أموالنا باسم الإسلام، وعلماؤك يخرسون. أستغفر الله، حاشا للعلماء الربانيين أن يسكتوا عن هذا الظلم، لكن من يتاجر بدينه هو الذي يفعل هذه الأفاعيل ويغض الطرف عن هذه الجرائم. إذا كان هذا السكوت من دينكم الذي أوحاه لكم شيطانكم ونفوسكم المريضة فلا مرحبا بهكذا دين، لكنه أهلا ومرحبا بدين محمد عليه الصلاة والسلام الذي يقف وقفة صريحة واضحة أمام هذه الجرائم، أمام هذا الإفساد، ليقول: ليس مني بشيء. اللهم إنا بريئون من هكذا أفعال. نحن نؤمن أن دين الله هو دين الرحمة ودين المسامحة، وليس من حق أفراد الناس أن يأخذ وظيفة الله. الله سبحانه وتعالى يقول: إن إلينا إيابهم، لا إلى فلان وعلان، إن إلينا إيابهم المسلمون والمؤمنون والكافرون والصالحون والطالحون والمنافقون والأولياء، إن إلينا إيابهم، كل ذلك مآلهم ومرجعهم إلى الله، ثم إن علينا حسابهم. الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسب بين عباده. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يردنا والمسلمين إلى رده إلى دينه ردا جميلا. اللهم إنا نسألك أن تحمي أهلنا في أعراضهم وفي نفوسهم وفي أموالهم، ومن أراد بهم شرا يا الله فخذه أخذ عزيز مقتدر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.